تعالوا نتعلم إنجليزي من الصفر. شوفوا، صراحة أنا بالعادة كنت بعمل فيديوهات عن كلمات عم تمرق معي بالمحاضرات، فأحكي لكم عن الكلمة أكثر وأعطيكم مثال عنها إلى آخره، وهذا الشيء مفيد للناس اللي أصلا تحكي إنجليش أو مستواها كويس نوعا ما. حسيت إنه صار الوقت نعمل شيء من الصفر حتى الناس كلها تستفيد، وبالذات الأمهات اللي عم يحاولوا يتابعوا مع أولادهم. فتعالوا نبلش من الصفر تماما. أم، اللي بدي إياه منكم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللي بدي إياه منكم إنكم تتابعوا معي من دون ليش. يعني رح نحاول نحفظ اللغة كتشانكس، كمقاطع، كشاف كاملة هيك مع بعضها. ما حنفصفصها فصفصة. ليه؟ لأنه ما رح نمشي بطريقات تقليدية تبع حط لي فاعل وبعدين فعل بلا بلا بلا. لا، رح نحاول نعملها بطريقة تفاعلية. لذلك ركزوا على اللي أنا عم بحكيه، ولو قدرانين تتابعوا باللي عم بكتبه لو إنه بنسبة 6% ماشي الحال. المهم تركزوا أكتر على يلي عم بحكيه وأنتوا تكرروا معي بالمثل. أوكي؟ طيب، أول شي رح نبلش فيه كتير كتير مهم نبلش ب كيف منعبر عننا، عن الناس اللي قدامنا، عن الناس اللي مو موجودين، كيف بنحكي عنهم. يعني لما بدي أحكي عن حالي وأقول أنا كذا كذا كذا، انت كذا كذا كذا، هو كذا كذا، هدول اسمهم ضمائر. هدول كتير مهم نعرفهم لأنه ما رح نعرف نحكي ولا جملة من دونهم. فحنبلش، أنا حقولها وأنتوا كرروها. I. I يعني أنا. أوكي؟ هلأ هي هي الآي. أوكي، اللي بعدها you، يعني أنت أو أنتي أو أنتم أو أنتن. هي بنستخدمها لحتى نخاطب الأشخاص اللي قدامنا، سواء كان شخص واحد مذكر أو مؤنث، أو مجموعة أشخاص بنات أو شباب أو مع بعض يعني مشكلين. أوكي، so I you. هلأ للشخص الواحد اللي هو صبي غائب ما له موجود قدامنا بنقول he. البنت she. اوكي، هلا للمفرد غير العاقل بنستخدم it. شو يعني مفرد غير عاقل؟ غير العاقل يعني مثل الطاولة، مثل الكرسي، مثل القطة، مثل الكلب، سو بنستخدم it. هلا في حالات تانية للكلب والقط ما بنستخدم it، بس ما حنحكي عنها لأنه مو كتير مهم هلا. اوكي، we يعني نحن. لما بنكون مجموعة أشخاص وأنا من ضمن الأشخاص اللي عم نحكي إنه نحن، فبقول we. they بيكون عنا مجموعة أشخاص بس أنا مالي ضمنهم، so جمع غائب. ف they للمذكر والمؤنث جمع غائب. أوكي، هلأ نعيدهم على السريع. I, you, he, she, it, we, they. أوكي، هلأ بدنا نحطهم ضمن أمثلة بحيث إنه نتعلم جمل كتير صغيرة كتير بسيطة بطريقة كتير عملية وسريعة. نبلش. هلا إذا أنا بدي أحكي عن حالي، ماشي، بدي أقول لكم أنا ولاء، حقول I am ولاء. I am ولاء. سهلة. I am ولاء. ما تقولوا لي شو هي الآم، ليش استخدمناها، نسوها، حفظوا لي إياها كلها كشقفة هيك وحدة. I am ولاء، وفوق قلنا إنه I يعني أنا. أوكي، I am ولاء. هلا أنت أو أنت اللي عم تشوفوا الفيديو دوركم حتقولوا I am وعبولي بالفراغ اسمكم. يعني مثلا لو انت عم تشوف الفيديو اسمك رغد حتقولي I am رغد. لو اسمك علي حتقول I am علي. مستخدم علي ورغد لأنه أخي اسمه علي وأختي اسمها رغد. أوكي، لو أنت اللي عم تشوف الفيديو اسمك إياد حتقول I am إياد. لو أنت بنت اسمك غنى حتقولي I am غنى. يلا دوري. I am ولاء. دورك ودورك. برافو. ناخذ مثال تاني كمان أنا مستخدمة الآي. هلا قلت إنه أنا ولاء، حكيت عن اسمي، ماشي. طيب، بدي أقول إنه أنا آنسة، فقلت اسمعوني. I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. احفظوها هيك كشقفة وحدة. I am a teacher. teacher يعني آنسة أو أستاذ. أوكي، I am a teacher. طيب I اتفقنا هي أنا فحفظناها هي من الأول. تمام، رواق. هدول لشو ما بهمنا لشو، حاليا طنشوها احفظوها كشقفة واحدة. I am a teacher يعني أنا آنسة. طب هلأ أنت أو أنتي رغد أو علي أو أي حدا تاني حتعيدوا الجملة، بس أنتوا بهي الحالة طلاب لأنكم أنتوا عم تشوفوا هذا الفيديو اللي تتعلموا منه. معناتها لازم تشيلوا كلمة teacher. لازم تقولوا I am شو يعني طالب أو طالبة، حقلكن يعني student. أوكي، يعني student.
student. اوكي، ما بهمكم كيف بتنكتب ولا شي، بس كرروا وراي student. student. اوكي، عم يطلع معنا هيك مثل صوت student. اوكي، انت اللي عم تشوف الفيديو او انت اللي عم تشوف الفيديو حتقولي I am a student. I am a student. I am a student. اوكي، حكينا جملتين بشكل منفصل، هلا تعالوا نحكيهم مع بعض. انا رح احكي عن حالي، حقول انه انا اسمي ولاء، وبعدين رح اقول انا آنسة. I am ولاء. I am a teacher. دوركن، بلشوا لي بأول جملة، عبوها باسمكن. اوكي، احكوا له انه انتو طالب او طالبة. برافو. فللي مثلا لو اللي حكى الجملة اسمه علي حيقول I am علي، بعدين حيقول I am a student. برافو، ممتاز. نكمل. هلا هيك استخدمنا I، خلونا نستخدم you. هلا أنا مثلا بدي وجه الحكي للشخص اللي عم بيشوفني، فرضا اسمه علي، حقول له أنت علي، فبقول له you are علي. you are علي، يعني أنت علي. you are علي. أوكي، طب أنت اللي عم تشوف الفيديو، بدك تقلي أنت ولا، شو حتقول؟ you are ولا. سهلة، you are ولا. طيب أنا رح أوجه لك الحكي لإلك يا علي، وأنت هلأ وجه لي الحكي لإلي. حبلش you are علي، أنت اللي. برافو. طيب هلأ نجي بقى ننتقل على اللي بعده. هلأ بتتذكروا قلنا نحن إنه we يعني نحن، ماشي؟ طيب هلأ إذا بدي أقول إنه نحن سعداء مو سعدانين، فبقول we are happy. 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 اوكي، happy يعني مبسوط سعيد، نحن مبسوطين، نحن سعداء. اوكي، we are happy. طيب حلو كتير. طب أنا هلأ بدي إياكم تقولوا إنه نحن أشخاص لطيفين، نحن لطيفين. طب أنا رح أقولكم إنه كلمة لطيف يعني kind، فكيف بتصير الجملة؟ أرجع عيد سؤالي. we are happy يعني نحن سعداء، بدي إياكم تقولوا لي نحن لطيفين، وأنا عم أقولكم إنه لطيف يعني kind. كيف بتصير الجملة؟ صح، برافو. we are kind. سهلة، we are kind. we are kind. نوصل بسرعة بنقول we are kind. we are kind. we are kind. we are kind. على البطيء we are kind. حتى لو عم تطلعوا على الكلمة وما عم تعرفوا تقرأوها، يعني ليش عم نلفظ هي عادي، ما بدي اياكم بهلا بهي المرحلة ما بدي اياكم تعرفوا كيف عم نهجك الكلمة، بدي اياكم بس تسمعوا وتكرروا بنفس الطريقة اللي أنا عم بحكيها. لحد الآن كل حدا فيكم قال لي I am وبعدين حط اسمه أو اسمه، بعدين قال I am a student، بعدين وجهتوا لي الحكي لإلي وقلتوا لي أنت ولا، قلتوا لي you are ولا، بعدين حكينا عننا كلنا مع بعضنا إنه نحن لطيفين، فقلنا we are kind. هلأ حنتعلم شغلة جديدة. طب إذا بدي أقول هنن مبسوطين، إذا بدي أقول هنن مبسوطين بقول they are happy. they are happy. they are happy. they are happy. عدوها بصوت عالي. برافو. they are happy. they are happy. طيب بدي اياكم تقولوا لي انه هنن لطيفين، وتذكروا قلت لكم من شوي انه لطيف يعني kind، فشو بنقول هنن لطيفين؟ برافو. they are kind. they are kind. عدوة. they are kind. they are kind. they are kind. برافو. حنرجع نعيد على السريع. انت اللي كنت عم تشوف الفيديو لو كان اسمك علي حتقول I am علي. I am a student. عم تحكي عننا، عم توجه لي الحكي لإلي سوري، حتقلي you are ولا. عم تحكي عننا كلنا، عم تقول we are kind يعني نحن لطيفين. عم تحكي عن مجموعة أشخاص آخرين مو موجودين، أنت مو من ضمنهم، حتقول they are kind يعني هن لطيفين. طيب هلأ بنفترض في شخص مثلا اسمه علي، بدي أقول إنه هو أستاذ. هلأ فيني أقول علي is a teacher، مو غلط، يعني فيني أقول علي is
a teacher. بس إذا ما بدي أقول علي، ما بدي أقول اسمه، بدي أقول هو أستاذ، فبس بقول علي. سوري عم نقول ما بدنا نقول اسمه، فبنقول he is a teacher. he is a teacher. ما تسألوني ليش is، ما تسألوني ليش a، عادي شيلوها اعتبروها مو موجودة، بس ركزوا على تكرار الجملة كما هي. he is a teacher. he is a teacher. he is a teacher. he is a teacher. اوكي. طيب هلا على فرضا بدي اقول انه رغد هي اللي آنسة، ماشي، بدي اقول رغد هي اللي آنسة. هلا فيني اقول رغد، فيني اقول رغد is a teacher، بس انا اذا ما بدي اقول رغد بدي احط ضمير ينوب عنها واقول هي آنسة، حقول she is a teacher. she is a teacher. she is a teacher. طيب هلا سؤالي لإلكم، هاتوا لنشوف، قولوا لي انه هو طالب. ومن شوي أخذنا كلمة طالب اللي هي student. سهلة ما؟ كيف حنقول اللهم صل على سيدنا محمد، حنقول he is a student. برافو. طيب كيف فيني أقول هي طالبة؟ حقول she is a student. أوكي، سهلة. طيب هلا اللي بعدها it is a cat. it is a cat. it is a cat. it is a cat. إنه هي قطة، هي قطة. الإت بنستخدمها للمفرد غير العاقل، ماشي، حصرا مفرد، ما بصير استخدمها للجمع، وحصرا غير عاقل، ما بصير غير عاقل وجمع، مثلا حصرا مفرد غير عاقل. it is a cat. هلا cat فيني استبدلها بأي شيء تاني غير عاقل، يعني مثلا فيني أقول هو كتاب. it is a book. it is a book. طيب إنه هي طاولة. it is a table. it is a table. it is a cat. it is a book. it is a table. طيب إذا قلت لكم إنه القلم هو pen، القلم هو pen. قولوا لي إنه هو قلم. it is a pen. so حنعيدهم. it is a cat. it is a book. it is a table. it is a pen. طب قلم رصاص. it is a pencil. شايفين؟ وبتضلكن تحطوا أي شي بدكن يا مفرد غير عاقل. حاليا بكفونا هدول الكلمات اليوم إنه نتعلمهم: cat, book, table, pen, pencil. أوكي؟ حلو كتير 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 لهون. هلأ نرجع نراجعهن على السريع 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 السريع. من عند هون إنه أنا هي عبارة عن I. أوكي. I أنا، you أنت أنتي أنتم أنتن، هي هو she هي it هو أو هي المفرد غير العاقل حصرا مفرد، we نحن they هم أو هن. فكنا عم نقول أنا رح أحكي عن حالي حقول I am ولاء، أنت حتقول I am وتقول اسمك. I am a teacher، أنت حتقول I am a student. أوكي. بعدين قلت لك إنه أنت إذا أنا عم وجه لك الحكي وأقول لك مثلا أنت علي، بقول لك you are علي. أنت رغد، بقول لك you are رغد. أوكي. أنت حتوجه لي الحكي حتقولي you are ولاء. أوكي. طيب إذا بدي أحكي عننا كلنا إنه نحن مبسوطين بقول we are happy. we are happy. طب بدي أقول إنه نحن لطيفين حقول we are kind. we are kind. أوكي. طيب بدي أقول هن مبسوطين حقول they are happy. they are happy. طب بدي أقول هن لطيفين they are kind. أوكي. طيب بدي أقول هو أستاذ he is a teacher. he is a teacher. طب هو طالب he is a student. he is a student. أوكي. طب هي أستاذة she is a teacher. she is a teacher. أو طالبة she is a student. أوكي. بعدين قلنا إنه لغير العاقل بنقول it is a cat. it is a book. it is a table. it is a pen. it is a pencil. it is a، فيكم تحطوا أي مفرد غير عاقل. هلأ سريعا، وهي الشغلة حتى لو ما علقت بذهنكم عادي ما بهمنا، بس إنه وجب التنبيه. لاحظوا إنه لما حطيت هي الآي قلت بعدها am. I am ولا I am a teacher. I am وانتوا حطيتوا اسمكم
I am a student. لما عم بحكي عن حالي كنت عم أقول هي الام عم حطها، بغض النظر شو معناتها، بغض النظر ليش حطيناها. ممكن بس هيك تنتبهوا لهلا، ما بهمني تحفظوها ولا أي شيء تاني، عادي فيكم تكرروا من دون ما تعرفوا ليش استخدمناها، حنحكي عنها كتير بالدروس الجاي. بس مبدئيا هيك عم نبهكم. لاحظوا إنه لما قلنا you are مثلا علي، you are رغد، you are أحمد، you are إياد، الشخص اللي عم تشوفني عم وجه لك الحكي لإلك، انتبهوا كيف كنت عم بستخدم ولما حكينا عننا كلنا كمان قلت we are happy, we are kind. لما حكيت عنهم هن قلت they are kind, they are happy. بس لما حكيت عنه هو أو هي مفرد غير عاقل أو عاقل، كنت عم بستخدم شيء مختلف، كنت عم أقول he is, she is, it is. شايفين النمط؟ صح، شايفينه. ما بيهمني هلا تحفظوه او اي شيء، بس عادي، بس انه انتبهوا له. اوكي. اما حاليا بدي اياكم تتدربوا عنكم تكرروا هذا القسم اللي كنتوا فيه عم تحكوا عن حالكم، بس كرروه كما هو كتشنك، كهيك شقفة كاملة، من دون ما تفتفتوا وتقولوا بعد الاي حطيت لا، احفظوها كاملة. انت عم تحكي عن حالك قول I am وحط اسمك. I am a student, I am a student. عم توجه لي الحكي حتقولي you are ولا. عم نحكي عننا كلنا we are kind، هنن they are kind. عم تحكي عن واحد he is a شو ما كان، he is a student, he is a teacher, she is a student, she is a teacher. مفرد غير عاقل it is a، وبعدين نحط سو هي. اوكي. أول وظيفة عندكم إياها هي هاد تتدربوا عليهم. ثاني وظيفة، أول 15 مسج بتوصلني لأشخاص مسجلين بصوتهم الوظيفة اللي هي قلت لكم تدربوا عليها، رح اسمعها وحصحح لهم إياها ورد لهم تسجيلات صوتية. أول 15 مسج بتوصلني. بتمنى كنت أعمل أكتر، بس للأسف بسبب ضيق الوقت ما حقدر أشوف غير أول 15 رسالة بتوصلني. بس أنتوا تدربوا، لأنه هلأ أعطيتكم مجال فيكم تسمعوا تسجيل عدة مرات، حتتدربوا عدة مرات. وتاني شغلة حأعملها، رح أحط لكم تمرين بفيديو تاني مشان تتدربوا أكتر على الضمائر. وخبروني إذا حبيتوا هذا النوع من الفيديوهات، بدكم نكمل بهيك سلسلة نغطي فيها كل أسئلة اللغة الإنجليزية بطريقة تفاعلية وحلوة وسهلة، أو لا. وشكرا، باي.